وده شكل الملوخية بتاعتنا بعد ما قرطفتها كده. لازم اشيل منها العيدان الطويلة ديت، بغسلها غسلة كويسة، انشفها كده بفوطة مطبخ، او لو عندك طبعا متاح الشمس بالنهار مفيش مشكلة ان انتي تحطيها في الشمس شوية، نص ساعة ساعة هتلاقيها تجف معاكي كده. بقى للنكهات الجميلة اللي هتدي الشوربة طعم جميل جدا، حبيتين من الطماطم مبشورين كده بالمبشرة عادي، عندي نص راس توم، عندي بصلاية كبيرة كده هبتدي ان انا ابشرها برضو من المبشرة، او لو عندك الكبة استخدمي الكبة عادي. عندي نص كوباية من الزيت، حوالي 6-7 معالق، نص معلقة من الملح، ربع معلقة من الفلفل الاسمر، نص معلقة من الكزبرة على الكمون. بشرت معاكم كده البصل زي ما احنا شايفينه بالمبشرة. هرس التوم ده طبعا في الهون كده او في المفرمة. لأهم خطوة للملوخية وهي مقدار المية او المعيار بتاع الشرب. بجيب شفشة الخلاط بتاعي وببتدي ان انا املاه كله مية، بحط المعيار ده في الحلة وبملاه مرة تانية حوالي كوبايتين كده، يعني قريب من نص. يعني المعيار كله قد ايه؟ حوالي كده لتر وربع او قريب من لتر ونص لكيس واحد من الملوخية او كيلو ملوخية. النهاردة مستخدمة كيلو واحد، حابة تستخدميها اكياس ملوخية فروزن مجمدة زي ما تحب. المية على النار كده حوالي 10 دقايق، وممكن تعمليها على البارد مفيش مشكلة. كبيرة بشراها عليها حبيتين 3 من الطماطم بشراهم برضو بالمبشرة، وهنضيف مع بعض تشكيلة التوابل الحلوة، نص معلقة من الملح، ربع معلقة من الفلفل الأسمر، نص معلقة من الكزبرة على الكمون، فيهم مكعب واحد من مرقة الفراخ الفورية. فضل طبعا تفتفتيها كده بايديكي او تكسريها عشان تبقى بودرة معاكي، عشان تتأكدي ان هي دابت برضو مع بقية البهارات. معايا فص واحد من الثوم مقطعاه شرايح صغيرة، بيودي ريحة الشوربة وطعمها في حتة تانية. شايفين شكل الشوربة عامل ازاي؟ ريحتها وطعمها ولونها جميل جدا. هسيبها تغلي كده حوالي 10 دقايق ربع ساعة عشان الخضار اللي معايا يستوي جدا، وما ينفعش انزل بالملوخية غير لما الخضار يستوي. فرمت الملوخية معاكم كده وخرطتها بالمخرطة، بتاخد حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع عبال ما توصلي للنتيجة الناعمة بتاعتي. في نص التسوية كده ما اشوف الخضار كده بيغلي وبيقلب كده في الحلة عشان اضمن ان هو بيستوي. متحسيش كمان بقرشة الخضار كده ان هو لسه ني، وكل ما الشوربة دي بتغلي بتنزل النكهات الحلوة بتاعة الثوم والبصل. دار المية دي بيقل شوية، يعني احنا لو حاطين لتر ونص بتلاقيه خست كده لتر وربع. حابة تسهلي عليكي تضربيها في الخلاط بربع كوباية مية، دي بتبقى ليها قوام ودي بتبقى ليها قوام. لما بنزل الشوربة من على النار ببتدي اجيب مغرفة كده تمام، ونقص شوية شوية من الشوربة ديت، بنقص مثلا كبشة او 2 زي ما هعمل دلوقتي عشان اظبط المعيار بتاع الشوربة كويس جدا، ما تبقاش خفيفة وما تبقاش تقيلة، يبقى قوامها مظبوط. انا شلت حوالي 3 كبشات من الشوربة، ما بيبقوش كتير ولا حاجة، بس عشان مقدار الشوربة يطلع مظبوط. شايفين انا بعمل ايه؟ بفك في الملوخية كده بالمضرب عشان تبقى مش متماسكة معايا في الحلة. لون الملوخية حلوة قوي، وكمان النار تحتها تكون هادية شوية. عايزين بقى الملوخية تعمل عرق معانا، هبتدي ان انا اخد بالكبشة كده وانزل واطلع بالطريقة دي، هنزل بيها واطلع بيها بالطريقة دي. دي الطريقة الوحيدة اللي هتعمل معاكي عرق الملوخية اللي بنشوفه الجيلاتين. ما تستغربيش طبعا من عدد المرات الياما دول، انا بعمل فيها كده 6-7 مرات. الملوخية بتاعتي مش بغطيها ومش بخليها تغلي، لونها جميل جدا، قوامها مظبوط. طاسة على النار هحط فيها حوالي 6-7 معالق من الزيت، ممكن تحطي مثلا 3-4 معالق من الزيت ومعلقة سمنة، تعملي ميكس كده ما بين. حابة اعملها بزيت عشان تبقى خفيفة كده. راس توم كبيرة هرساها كده في الهون او في الكبة، لو متوالي 6-7 فصوص كده. ريحة حلوة بقى، ريحة الثوم هنا جميلة، او زي لونه جولد ذهبي
فاتح كده، بياخد له حوالي 3-4 دقايق على نار متوسطه. بلاش نغمق اللون بتاعه كتير عشان ما يمررش معايا. معلقه من الكزبره على الكمون. شكلها معايا بقى لونها جولد ذهبي. سامعين بقى الطشه الحلوه بتاعه الملوخيه ولا لونها؟ قوام الملوخيه جميل جدا، لفه كده زي ما احنا شايفينها، ريحتها في منتهى الجمال. احلى شويه ملوخيه خضراء بكل التركات والاسرار اللي تطلعها معاكي احلى شوربه في الدنيا. متناش بقى كربونات ولا بيكنج باودر ولا الحاجات دي، لون طبيعي. اهم نقطتين عشان الملوخيه بتاعتك ما تسقطش، ما تغليهاش، ما تخليهاش تغلي كده على النار وقت ما بتحمري الطشه. تمام، يعني واحنا بنحمر الثوم نكون قافلين على الملوخيه، مخليهاش تغلي خالص. واول ما بنزل بالثوم ما بخليهاش برضو تغلي ولا بغطيها. حبه ملوخيه خضراء جمال جدا جنب شويه بدنجان مخلل كده. ملوخية المطاعم بكل التركات والاسرار، ازاي تطلع معاكي بلون حلو وقوام مظبوط. تركات بسيطة هيعمل معاكي عرق الملوخية، سهلة ومغذية. 3 دقايق هتحضر